الزواج شيء مقدس وعظيم في كل الكتب السماوية والأديان والأعراف والعادات والتقاليد، وهو الرمز الوحيد المتفق عليه جميعا. ولكن للأسف الشديد في حالات فردية شوهت كل أركانه، وأهمها أنهم ستر وغطاء على بعضهم البعض، في جريمة بشعة وحقيرة هزت المجتمع اليمني بأكمله، وذلك لحقارة زوج قام بنشر مقاطع وصور لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي عقب رفعها قضية خلع في المحكمة. السلام عليكم، حياكم الله. اليوم قصتنا مع عديم الأخلاق والرجولة الذي يدعى بعمار حسن محمد مسعد غالب، وهو من محافظة إب مديرية بعدان قرية العارضة، ويعمل حلاق في صالون بمحافظة أبين مدينة زنجبار، وتزوج بفتاة من زنجبار. حصل بينه وبين زوجته مشاكل أسرية، وبعدها هذه البنت رجعت إلى بيت أهلها وطلبوا الطلاق منه، ولكنه رفض، وبعدها ذهبوا إلى المحكمة ورفعوا قضية خلع، وحكمت المحكمة لصالح الزوجة. وهذا الناقص رجع وهرب إلى محافظة إب، وقام بنشر مقاطع وصور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التشهير بها والانتقام منها ومن أسرتها. وما يعمل هذه الأشياء إلا إنسان ناقص وعديم الأخلاق والرجولة، أما ابن الأصل لا يمكن أن يعملها بتاتا مهما كانت الظروف. وبعد المتابعة والتحري تم إلقاء القبض عليه اليوم في محافظة إب، ويجب معاقبته بعقاب يشفي قلب الزوجة وأهلها ويشفي قلوب اليمنيين بشكل عام، وأن يكون عبرة لكل رجل يفكر مجرد تفكير فقط أن يبتز زوجته بهذه الطريقة اللا إخلاقية. وأيضا يجب على كل أب أن يحذر عندما يزوج بنته، لابد أن يسأل عن أصله وفصله لكي لا يقع مع إنسان عديم الأخلاق والرجولة والنخوة كمثل هذا الناقص. وتحياتي لكم، وفي أمان الله.